كيكة الشموع الفرنسية كيكة حلوة جدا، طعمها تحفة من غير فرن ومن غير مكونات كتير، واي حد ممكن يقدر يعملها بكل بساطة. كيكة سهلة قوي، طعمها حلو جدا. شايفين تحفة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف عملنا الكيكة الجميلة دي ازاي. اول حاجة انا عندي بسكوت، ده بسكوت شوكليت زي البسكوت الشاي العادي كده بس بالشوكليت. انا عملت بالظبط 5 باكو من الباكو اللي انتوا شفتوه ده. هو فيه بالظبط حوالي 11 بسكوتة. بعد كده هفرمهم في الكبة ناعم بالشكل ده كده. عندي بقى نص كوباية زبدة هحطها، وانا قبل ما احط الزبدة دي انا خدت من البسكوت ده معلقتين كده شلتهم على جنب، وهقول لكم ليه دلوقتي. بعد كده بقى هغلف البسكوت كويس بالزبدة كده واقلبه كويس. شايفين؟ اضغط عليها كده تمسك. هحط بقى ربع كوباية لبن واقلبها كده، بقى عامل زي الرمل المبلول كده. دي بقى صينية التشيز كيك، هفضي فيها البسكوت. ممكن تحطوه في اي صينية، في بايركس، في اي حاجة براحتكم. هبتدي اوزع البسكوت كويس كده في الصينية. اضغط عليه بقى بالسباتولا، بكوباية، بطبق، باي حاجة براحتكم اللي تفضلوه. انا ضغطت بايدي كده. طبعا ملمس الايد بيبقى افضل عشان ببقى حاسه مظبوطه، اظبطها بايدي افضل، تبقى كلها سوا واحد بالشكل ده كده. بعد كده هدخلها التلاجة. تاني خطوه بقى، عندي علبتين كريم كراميل اللي هي الجاهزه دي. هسيب العسل دلوقتي عشان هحتاجه في الوصفه، واخد الباكيتين اللي هو ده. بعد كده عندي 4 كوبايات لبن هفضي فيهم الكريم كراميل كده، واحط معلقتين لبن بودرة واقلبهم كويس على البارد لحد ما المكونات تختلط مع بعضها كده. اقلب كويس كده. بعد كده بقى هحطهم على النار واقلب. اقلب في الخليط كده. بعد كده اسيبه شوية، هلاقيه بدأ يغلي معايا ويفور كده. في الخطوة دي هقفل النار بسرعة كده. خلاص الخليط بقى معايا جاهز. هسيبه بقى. عندي بسكوت شاي عادي سادة، اي نوع تحبوه او تفضلوه، هحطه في الخلاط وهنزل عليه بالخليط، وهحط علبة قشطة واضربه كويس في الخلاط. بعد كده بقى هفضيه في الصينية على البسكوت بالشكل ده كده، وهحطها في التلاجة بقى 4 ساعات 5 ساعات براحتكم لحد ما تمسك براحتها. وفي فقاقيع على الوش كده ممكن اعملها بالمعلقة كده، دي من مكان الضرب بتاع الخلاط. بعد كده هدخلها التلاجة بقى. دي شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. هفتح بقى الصينية وارفعها بالراحة كده. شايفين؟ بجد تحفة، شكلها حلو قوي، شكلها شيك قوي. كيكة هايلة جدا، سهلة وبسيطة، ما خدتش مني اي وقت خالص، وباردة كده وبترطب في الجو اللي احنا فيه ده. عندي بقى ورقة زبدة هحطها كده في نص ال القالب عندي كده. ده بقى المعلقتين البسكوت اللي انا شلتهم في الاول المطحونين، عشان انا كنت عايزاهم عشان ازين بيهم الوش كده. هحطهم بقى في مصفى صغيرة وابتدي ازين بالشكل ده كده. واشيل بقى ورقة الزبدة بالراحة عشان يديني الشكل الحلو ده.
عندي بقى العسل اللي كان مع الكراميل، ازين بيه كده. شكلها حلو قوي، طعمها تحفة، حلوة جدا. سهلة قوي وبسيطة، مقاديرها سهلة جدا. شايفين بجد تحفة. اقطعها بقى، وما بين كل تقطيعة وتقطيعة يبقوا مسحوا السكينة بمنديل كده عشان يخلي لكم التقطيعة شكلها حلو. شايفين الجمال، حلو قوي. هسيب لكم المقادير بالظبط. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ويا ريت تقولوا لي بتتابعوني منين، وما تنسونوش باللايك والمتابعة، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.